السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله في سلسلة تحليل الأسهم. كل أسبوع بنحلل سهم سوا، وطريقتنا في التحليل هو إننا بنتعرف على الشركة ونشاطها الأساسي ومصدر إيراداتها والعوامل المؤثرة فيه، وبعد كده التحليل المالي ونكون رأي عن الشركة، وندخل على التحليل الفني بما يشمل الأخبار والأحداث الجوهرية اللي أثرت على السهم. والنهاردة هنحلل سهم أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات. أولا التعريف بالشركة نفسها ونشاطها. الشركة بتشتغل في إنتاج وتسويق الأسمدة الأزوتية والمخلوطة والسائلة في داخل جمهورية مصر العربية، وبتصدر جزء للخارج، وتعتبر من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط. الشركة تأسست سنة 76 وتم إدراجها في البورصة سنة 94، والشركة بتتكون من 3 مصانع: أبو قير 1 و2 و3، ده بالإضافة لمصنع بلاستيك لإنتاج شكاير الأسمدة بأنواعها. من منتجات الشركة زي ما قلنا أسمدة اليوريا والنترات والأمونيا بأنواعها. بالنسبة لهيكل المساهمين أغلبها مؤسسات. شركة ألفا أوركس ليميتد، وده بنسبة 21.5% من الشركة، وهي شركة تابعة لADQ القابضة، وهي أحد صناديق أبو ظبي السيادية التابعة لدولة الإمارات. الشركة السعودية المصرية للاستثمار بنسبة 20%، وهي شركة سعودية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 19%، وهي هيئة حكومية مصرية بتتبع وزارة البترول. بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 6%، وهو بنك حكومي مصري. والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5.5%، ودي شركة قابضة حكومية. معنى كده أن نسبة التداول الحر حوالي 25%. رئيس مجلس الإدارة حاليا والعضو المنتدب المهندس هاني سيد محمد ضاحي، وده خلفا للمهندس عابد عز الرجال رحمه الله من فبراير 2025. رأس المال السوقي 61 مليار و800 مليون، متقسم على عدد أسهم مليار و162 مليون سهم، بسعر سهم حالي 48 جنيه 32 قرش. آخر توزيع أرباح للسهم كان 7 جنيه ونص بنسبة 15% من سعر السهم الحالي، ومقرر الربحية هو 4.6. بالنسبة للتحليل المالي، لو بصينا على قائمة الدخل آخر 5 سنين بنلاحظ زيادة في الإيرادات، ما عدا آخر سنة الإيرادات قلت من 21 مليار 600 ل 18 مليار 500، وده بدوره أثر على صافي الأرباح آخر سنة اللي قلت من 14 مليار سنة 2023 ل 13 مليار 468 مليون سنة 2024. لو بصينا على الميزانية العمومية هنلاحظ إن أصول الشركة بتزيد خلال ال5 سنين، وقائمة التدفقات النقدية بتبين إن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل والاستثمار إيجابية، لكنها بالسالب في الأنشطة التمويلية، إنما في المجمل السيولة كويسة. تلخيصا للتحليل المالي، الشركة كانت ماشية كويس لحد آخر سنة. الإيرادات قلت، وده كان بسبب مشكلة انقطاع إمدادات الغاز في السنة اللي فاتت وتوقف المصانع عن العمل. تمام. السنة المالية للشركة بتبدأ في شهر 7 وبتنتهي في آخر شهر 6، فمحتاجين نشوف نص السنة المالية الأولى اللي هي النص التاني من سنة 2024 عشان نشوف الدنيا ليه واقعة كده وهل هتستمر ولا لأ، وده عشان نتنبأ بنسبة كويسة بالمستقبل. هنعرف ده من خلال التقارير المالية الفصلية. هنقارن هنا نفس الفترة من السنة اللي فاتت عشان تبقى المقارنة مظبوطة. هنلاقي الإيرادات زادت من 8 مليار 600 ل 10 250، وصافي الربح زاد من 4 مليار تقريبا ل 4 400. يعني مشكلة الغاز أثرت، ولكن مش بالدرجة القوية هنا في نص السنة ده. بس لحد الربع الثالث من السنة دي للشركة اللي هو لحد أول 3 شهور في سنة 2025 صافي الربح تراجع 35%، ده مقارنة بنفس المدة السنة اللي فاتت. بالنسبة للتحليل الفني زي ما واضح كده السهم آخر فترة ماشي في اتجاه عرضي، في دعم قوي جدا عند منطقة 47-48 جنيه. السهم ما كسروش، لو اتكسر ممكن ينزل لمنطقة 42، وفي عندنا مقاومة في منطقة 61 جنيه، لو اخترقها ممكن نشوفه عند 66-67. السهم بيأثر فيه 3 حاجات: سعر صرف الدولار لأنه بيصدر جزء كبير من إنتاجه، وسعر الأسمدة عالميا، وإمدادات الغاز. في ميزة هنا في شركة أبو قير إن الموقع عامل قسم للأحداث الجوهرية اللي بتحصل داخل الشركة كنوع من أنواع الإفصاح أو الشفافية، فبتقدر تتابع على طول الخبر الرسمي من الموقع، زي مثلا خبر تعيين المهندس هاني ضاحي، وزي تخفيض إمدادات الغاز حاليا،
وزي اتفاقيات إحلال الهيدروجين الأخضر وغيرها. وأخيرا بالنسبة للتوصية وسعر الشراء، تعالوا نتكلم عن السهم ده شوية. السهم ده قوي جدا وبيوزع أرباح بنسبة كويسة، لكن في مشكلة كبيرة وهي الاعتماد بشكل كبير على الطاقة، وبالتحديد الغاز الطبيعي اللي لما بيحصل فيه أي مشكلة بيأثر بشكل مباشر على الإنتاج وبالتالي الربح. والشركة في الفترة الأخيرة اهتمت بتنويع مصادر الطاقة بتاعتها وإحلال الطاقة المتجددة، زي عمل محطة طاقة شمسية والهيدروجين الأخضر، وده لما هيحصل الدنيا هتتظبط كتير والشركة هتوصل لمستوى تاني. لكن الموضوع ده بيحتاج شوية وقت على ما يتم، فلو عندك الصبر انك تستنى السهم مناسب ليك. سعره دلوقتي ممتاز وهتحقق منه ربح كويس قدام ان شاء الله. انما لو شايف ان مشكلة الغاز ممكن تزيد عن كده، او عندك فرصة بديلة كويسة او نسبة ربحها اعلى خلال المدة دي، او مش هتقدر تصبر، يبقى السهم ده هيزهقك. وطبعا قرار الشراء والبيع قرارك الشخصي. بأكد تاني، قرار الشراء والبيع ده قرارك انت الشخصي. وفي نصايح بكررها دايما بس لازم أأكد عليها. اعمل حسابك انك بتستثمر استثمار طويل الأجل، بلاش مضاربة، صدقني كده أكسب لك. حدد الأول هتشتري ايه وبكام، وهتبيع امتى وبكام، واركن أعصابك في التلاجة. اتعامل بالأرقام بس، واشتري على مراحل مش مرة واحدة، وتخلي دايما معاك سيولة لو أي سهم من الأسهم دي نزلت تشتري عشان تعمل متوسطات سعرية كويسة. لأن خلي بالك المكسب الصح في الشراء مش في البيع. وابعد عن أي توصيات عشوائية من جروبات السوشيال ميديا، لازم تراجع على أي سهم بنفسك، ما تخليش حد يصربعك على شراء أو بيع. الفرص في البورصة ما بتنتهيش، واوعى تشتري سهم بيخسر أو سهم شركة بتخسر مهما كان سعره. عدد الأسهم المناسب من وجهة نظري هما من 3 ل5 أسهم، ويكونوا متنوعين على القطاعات المختلفة مش قطاع واحد. يعني ما تخليش المحفظة بتاعتك سهم واحد، وما تكترش عن 5 أسهم عشان تبقى مركز ومتابعهم كويس. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات حابب نحلل سهم ايه في الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة. الفرص في البورصة ما بتنتهيش، واوعى تشتري سهم بيخسر أو سهم شركة بتخسر مهما كان سعره. عدد الأسهم المناسب من وجهة نظري هما من 3 ل5 أسهم، ويكونوا متنوعين على القطاعات المختلفة مش قطاع واحد. يعني ما تخليش المحفظة بتاعتك سهم واحد، وما تكترش عن 5 أسهم عشان تبقى مركز ومتابعهم كويس. لو وصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات حابب نحلل سهم ايه في الفيديو الجاي، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة.